جاي من المصيف شويه الشغل اللي اشتغلتهم دول. والله شويه شغل حلوين. تظبط شعرك بقى كده. هو مظبوط. سيب التحليل. تعالى كده عشان لوجو الزمالك كده. طبعا، امال حاجه كده، حاجه ايه بقى؟ حاجه تشرف كده، حاجه على القيمه. هنعمل ايه بكره مع الاهلي؟ والله عاوز اقول لك على حاجه وتتفاجئ لا بيها. اتفضل. عندي احساس كده ان احنا هنفوز، يا بس رب. مش عارف جبت الاحساس دوت منين. انت جريء قوي. اول مره في حياتي اقول لك ان الزمالك هيفوز على الاهلي. طب اللي خلاك تقول كده مثلا الاداء بتاع الاهلي الفتره اللي فاتت؟ لا مش اولا اداء الاهلي المتذبذب الفتره الاخيره دي اول حاجه، بس دي مش مقياس برضه. بس عندي احساس كده ان الزمالك هيفوز، لان دي ماتش البطوله بنسبه 90%. لو الزمالك فاز هيبقى البطوله في 100 اول ان شاء الله. ان شاء الله هنفوز، بس انا قلقان من الماتش الاول. انا بقلق دايما من الماتش اللي هو ماتش الاهلي ماتش مرعب وملوش توقعات برضه. لا ملوش توقعات مقلق بالنسبه لمين؟ لا ده هم لهم، لا ليه توقعات، هم بيفوزوا على طول. هم بيفوز على طول، بس احنا برضه الفتره الاخيره برضه معاهم ند، يعني فوزنا عليهم في الدوري وخدنا منهم السوبر الافريقي نتعادل معاهم، وفزنا عليهم في الدوري برضه في السنه اللي فاتت، ولا السنه اللي فاتت فزنا عليهم. فالنتائج برضه الفتره الاخيره كويسه معاهم، يعني مش زي ال10 سنين الاعجاف يعني. معتمد جمال ماتش انبي انا اتضايقت منه قوي قوي. والله لو انت كان نفسي اروح ماتش الاهلي وانا فارق مثلا ب 8 بونت وفارق والله انت لو رحت ماتش، لو كنت بص على انبي، لو كنت بص على انبي كنت انت انبي الماتشين خلاص الدوري. تخيل ده انا عاوز اروح على احصائيه، الزمالك اخر 12 ماتش كلهم فازوا ما عدا انبي في الدور الاولاني وانبي في الدور الثاني. هو تخيل يعني انبي الفرقه الوحيده اللي عطلتها في اخر 30 بونت. فرقوا معايا قوي، فرقوا معايا قوي. وبعدين معتمد جمال، يعني انت فكر في الاهلي ما فكرش في انبي، مع ان ماتش الاهلي 3 بونت وماتش هنا 3 بونت. يعني انت لو اتعادلت مع انبي وكسبت الاهلي ما عملتش حاجه. احنا قلنا لك خدها ماتش ككاس، انت انزل العب وسيب على الله. انت ممكن تلعب بزيرة وتقعد ناصر منسي وتقعد فتوح وتيجي ماتش قادر تخسر. لا يعني ايه اللي دار في دماغه؟ يعني عاوزه مثلا هو يقول ايه اللي دار في دماغك؟ يعني ايه اللي دار في دماغك في الوقت اللي انت مثلا نفسك تلاعب انبي لعبت بالطريقه دي؟ بجد اللي دار في دماغه اللي هو خايف على واحد زي بزيرة ياخد انذار، خايف على ناصر منسي ياخد انذار. هو بدا بزيرة. انا بتكلم على ناصر منسي وعدي الدباب، انت دايما بتبدا بيهم، فاهم يعني. وسيف الجزيري بقاله اكتر من سنه ونص مش في مستواه. والله انا متعود كده بالزمالك، على طول بيجي الماتش المهم اي مدرب يقعد يالف. عارف وبالذات احمد رؤوف كنا بنلعب بيراميدز قفل تقفيل جامد في السوبر اللي هو السوبر المصري، فلعب بطريقه حلوه قوي، فقلنا بس العب بقى قدام الاهلي هنعمل عليه. جه في ماتش الاهلي لما انت قلت لي ده غير الطريقه خالص ولعب، يعني غير بنسبه 60 70% من الطريقه اللي لعب بيها. ايوه نفسي افهم انت ليه فكرت كده؟ ده نازل من اول دقيقه عمال يهاجم وفاتح الشوارع يعني ورا. ضحك عليهم يعني. لا انا كده راجل وسامم من الاهلي، هم اقوى منك يا ابني، هي عافيه. ما تلعب بحدود امكانياتك، دافع كويس، العب على المرتدات، نظم هجمتك واسيب بقى ربنا. ما فيش بص اي فرقه في مصر باستثناء الزمالك، اي فرقه في مصر قصدي، حتى الزمالك هتلاعب الاهلي وهتهاجم الاهلي هتكسب. الاهلي قوي. هو خلي بالك، هو الفتره اللي هو ما بيلعبش فيها كويس ده مش بسبب اللعيبه، يعني لا هي شامله، في لعيبه مع مدرب مع اداره ومش ماشيه، هي شامله. لكن لما تيجي تبص على التيم اللي موجود لا يخوف ويخض. لو العيال دي مركزه مش على اي حد. الاهلي لو مركز السنه دي واللعيبه دي في حالتها كان نهى الدوري والدور الاولاني. كان طبعا كان خد افريقيا. والله بس هي بقى ايه كل امر. المشكله في ايه؟ ان هم ممكن مثلا بعد الاخفاقات دي كلها يجي يفوقوا على ماتش الزمالك. يعني يجي عاوز افكرك بحاجه، بس عاوز افكرك بحاجه. الدور الاولاني الاهلي قعد كام ماتش كده تعادل وخسر من بره، وجه في ماتش الزمالك وكان اداؤه مش حلو، خلي بالك، ومنه لله المدرب اللي كان موجود عندنا البرتغالي. انت كنت بادئ الماتش كويس ومضيع انفرادين 3 وفاز 1-0، راح من الدقيقه 20 راح موقف لعب 70 دقيقه ورا عند الجون بتاعنا.
يا ابني طول ما انت بتدافع هتيجي في كوره هتغلط فيها، وبدليل ان انت غلطت في كوره وبعدها في ضربه جزاء مسجلها تريزيجيه هدف. تمام؟ انت رايح تدافع قدام الاهلي 70 دقيقه 80 دقيقه 10 دقائق ولا ضيع، جبت جول ومضيع انفرادين. طب ما تكمل، طب ما تدافع عن المرتد. لا ده دافع كله ورا، ما خلاش في كوره خالص، سلم الاهلي كل حاجه من اول 20 دقيقه في الماتش. يعني كان بيعجبني كارترون جوميز، كان بيدافع بس كان ايه، لقط كورنر في فاول مش عارف ايه هدف. هو كانت طريقته حلوه حتى يلعب على الهجمه المرتده. يا عم جوميز كسب في السوبر الافريقي بعمر جابر وناصر منسي ومحمود بنتايكا لسه جاي ما يعرفش عنه حاجه، يعني مدرب غيره. وهو بيتبدل الجمهور بيقول لك كان نازل مين؟ انا منه واحد كنت اشتغل نفسي. شيء طبيعي. يعني هو واقف على الخط كده بقول له يا عم في يا عم بالله عليك احنا مش ناقصين يا ابويا لوحدنا. ايه ده المسؤوليه دي يا عم؟ لما جابوا الجول كنت عاوز اقعد زي ابوسه. احنا حبينا له الجول ده. رحت ابوسه والله في الشاشه قلت الله اكبر عليك ايه الحلاوه دي. طب احنا معتمد جمال يخرف في ماتش زي ما خرف في ماتش يا عم رب بص. تفتكر يخرف ولا؟ لا مفيش فيها تخريف، النقطه بتفرق دلوقتي. انت فزت على الاهلي بنسبه 90%. خلاص الدوري خلص بفضل الله. فزت على انا بعلق دايما ماتشات الاهلي. فزت على الزمالك محتاج على الورق 6 بونت، مين كسب مين خسر مش فارق. الزمالك خد 6 بونت ياخد الدوري. انت عندك ماتش اللي جاي ماتش الاهلي، ان فزت الاهلي بكره ان شاء الله يفوز ماتش سموحه بعديه الدوري خلص. ماتش سيراميكا بقى ايه لعب اي حد عشان عندك نهائي كونفدراليه. تريح اللعيبه، تريح الدنيا وتظبط الدنيا كده. خسرت مش فارقه معاك كتير. الاحساس اللي جالك ان احنا مثلا نفوز على الاهلي بامان جاي لك بسبب هزيمته من بيراميدز وادائه اللي هو المتذبذب ده؟ لا اقول لك ليه. يعني احساس الزمالك هيفوز بسبب دفاع الاهلي. دفاع الاهلي اسوأ دفاع في الدوري. وفي حاجه ثانيه كمان، الزمالك لو ما عرفش يستغل ديت يبقى امانه يعني حاجه تكسب. الاهلي دخل فيه حوالي 24 جول و 25 جول من 23 وراه، يعني كل ماتش جول. ما عمرها حصل في تاريخ الاهلي. انت كزمالك بخط هجومك مش هتعرف تعمل مرتد على الاهلي. المفروض يعني فرقه مثلا زي بيراميدز، خلي بالك بيراميدز يبدا بشيكو بنزا. ما انا شيكو بنزا في حالات برضه ككابتن برنس. انت حابب مثلا يبدا بمين؟ مهدي سليمان. حط محمد اسماعيل جنب حسام عبد المجيد. الونش برضه. الونش او يلعب بالونش تاني. محمد ابراهيم هيلعب لان عمر جابر خلاص. محمد ابراهيم ومحمود بنتاي. تمام. نص الملعب. نص الملعب دي صعبه شويه بس. قول اللي انت حابب تبدا بيه. عندك المهدي سليمان احنا وصلنا لنص الملعب بقى. ما انا بقى بعد بقى. انت قلت المهدي سليمان، محمد ابراهيم ومحمد اسماعيل وحسام عبد المجيد وبنتايج، دول خط الدفاع اللي ورا. انت بقى شحاته اساسي. شحاته اساسي. عبد الله برضه اكيد اساسي. صح كده؟ يبقى انت كده هتلاعب فتوح. مستحيل هيلعب ربيعه بقى. ما هو فتوح عشان يمسك كوره برضه مع. ما هو فتوح وعبد الله السعيد مع بعض في ماتش اهلي يبقى نص الملعب مفتوح. انت مش قد الاهلي الجري في نص الملعب بالاسلوب ده. لا اقوى. سيبك من اللي بص. انا ممكن اعمل حاجه حلوه. خلي بالك عيب لما اقول لك بص اديني فرصه اتكلم، فانت حبيت تتكلم انت احرجتني بس اتفضل. لا تعمل حاجه حلوه. ان انا احط محمد اسماعيل جنب شحات وارجع الونش ورا عشان كرة احمد ربيع بطيء في لعبه كده يعني انت كده خليت عاوز يقلد عاوز يقلد ابو تريكه كده في كل حاجه، كل كوره يعملها بوش كده اللي هو احمد ربيع دي كده 3 4 كور كده وانت ركزت معاه هتلاقي كل كوره يبقى صاب بوش رجله يروح بصاها غلط، بصاها بوش رجله يروح تبقى معاك اهو. انا معاك مع اصدقائك زمايلك اللي بيتفرجوا عليك، يعني محدش غريب. ماشي يا كابتن. انا بقول ماشي. محمد اسماعيل محمد اسماعيل بيدافع كويس. بزيرة طبعا. عدي ومنسي ولا بزيرة منسي شيكو بنزا؟ سرحت. فكر فيها شويه رخم. صعب صح؟ عارف لو هتلاعب فرقه ثانيه هتلاقيك قلت التشكيل بسرعه، انما انت عمال تفكر في الاهلي. لا انا بفكر في الناس اللي بتدافع.
لان ماتشات الاهلي لازم تنزل الناس كلها اللي عندها بس القدره انت دلوقتي الدفاعيه. لو بتتكلم ان خط دفاع الاهلي يعني مش كويس وبتاع، هو مش كويس فعلا، بس هم بيعرفوا يجوا، بالارقام. بيعرفوا يجوا بص حته يلعبوا ماتشات بقى، الزمالك، حته هم معاهم توفيق قدام الزمالك ويركزوا في ماتش بيعرفوا اليوم. يلعبوا. خلاص طب ما احنا برضه نركز زيهم ونبقى ندافع كويس ونلعب على البطوله. شفت انت فيلم بتاع اسمه ايه ده، محمد امام، اسمه كابتن مصر. بقول لك هم منزلوا رجاله اروح رجاله زيهم. يقول له ايه؟ هم كمان هيبقوا رجاله. بعدين بيقول له ايه؟ احنا مش اقل مني، يقول لك هم كمان مش اقل مني. قال له انت معاهم ولا معانا يا عم؟ في ايه يا عم؟ يعني انا عمال احبس يعني انا دلوقتي انت بقى دلوقتي بتقول لو اشمعنى هم بيركزوا في ماتش ده، ما احنا نركز احنا كمان. ماشي. وبعدين هل فعلا الجيل ده برضه عنده حته ان انا حتى لو لعبت قدام الاهلي برضه الاهلي بيجي يعرف يخطفني؟ كان ميدو قالها قبل كده لما مسك الزمالك، فاكر انت لما كان حازم امام معاه مدير كوره؟ ايوه فميدو مسك قال لك مشكله اللعيبه بتاعت الزمالك ان وصل لها لعبنا ما لعبناش احنا هنخسر الماتش. كان ميدو قالها كده، حاله من الياس. طب ماشي، حتى طب ما الاجيال انا شايف الاجيال اللي حصلت ديت ان كسبوا الاهلي في كذا ماتش يعني مثلا في جيل ساسي وطارق حامد كسبين الاهلي مثلا في كسبينه دوري وسوبر، ماشي ما اختلفناش، وعملوا ماتش حلو في نهائي افريقيا بس ما كانش فيه نصيب وخسروا الماتش. انا بتكلم في نقطه ثانيه، يعني الاجيال مثلا تبقى مختلفه. هل الجيل بتاع الزمالك مثلا اللي هو موجود دلوقتي حاليا عنده الحافز وعنده الروح ان هو ينزل مثلا ماتش بكره يكسب الماتش؟ انت دلوقتي يا كابتن مريس تلعب بص انت بكره دوري، لو كسبت 3 بونت دوري، ما انت عاوز ايه تاني دافع عن كده؟ انت ايه ناقصك؟ انت خلاص كده، خلاص على بعد خطوه. انت ايه ناقصك تاني؟ ما تنزل يا عم 90 دقيقه قتال، تلعب بروح بقتال، اعمل اللي عليك في الملعب وسيب بقى والنتيجه دي بتاعت ربنا. الفتره اللي فاتت كلها الزمالك عايش حاله حلوه في انا مش عاوز انام واصحى على كابوس يا كابتن. انا خايف من دي بصراحه، لان لازم بفضل الله لازم احنا حاسين عشان الفرحه دي تتم دوري وكونفدراليه. انا مني واحد زملكاوي في ماتش انبي والله زعلت جدا. لا ده مش زعل، انا قلت الدوري راح. لا وبعدين ايه، مش مأزيت قوي من معتمد، مش مأزيت منه قوي، لقيت منه قوي. انت ليه خرفت؟ ليه جايب الجزيري من الثلاجه بقى سنه ما بيلعبش تلعبوا لي مهاجم؟ وبعدين في حاجه عاوز لك على حاجه، بتوع انبي كانوا بيلعبوا لعب والله يا كابتن، شو اللي يطلعوا 2-0 اللي كان يجيبوا جوان فعلا انفرادين احنا ما فوقناش الا في الشوط الثاني على فكره. وبعدين الشوط الثاني ما انت بقى لما هو عدل بقى نزل فتح نص الملعب، نزل ناصر منسي. ده ناصر منسي مضيع واحده ما ضيعش، مش عارف ضيعها ازاي. اللي مقطوعه على الاول دي يا كابتن ديت في حلق الجول، ما تطير عليها سمك. انت الواد بيزيرا رايح انفراد يعملها كده مش كده. يعني انت لو في ماتش الاهلي كده هتعمل كده؟ ايه ما انت شجعك تاني كده. ضايقت قوي بصراحه، قفلت قوي في الماتش. ماشي انت ما كملتش قدام بقى. بيزيرا بقى تبدا بيزيرا وناصر منسي، بناصر منسي وعدي ولا شيكو بنزا؟ العب بعدي. ماشي يبقى انت كده عاوز شيكو بنزا بره، فتوح بره وفتوح بره، صح كده؟ شيكو بنزا وفتوح ومحمد السيد. شوف الثاني محمد السيد. ماشي. محمد السيد هيبقى بره، مش هيبدا ماشي. تشكيل ازاي؟ دي تشكيله تطمن. وبعدين انت ممكن مثلا تلعب يعني انت اللي جاي واصل لي احساس انا خايف الزمالك لا قدر الله ممكن يشيل نتيجه وحشه. تفتكر ده يحصل؟ بص كل شيء ورد في الكوره، بس يعني حاله الاهلي اللي هو فيها ديت ما مشيهاش زي سكور. ولو لو سكور دي فضل لعيبه الزمالك دي اصلا انا عاوز افهم ده الاهلي اصلا حتى الماتشات اللي بيفوزها يعني. احنا مش هنتكلم عن الاهلي اللي هو ايه جاي لك وعامل ماتشات سيئه، احنا هنتكلم عن الاهلي اللي دايما بيجي مثلا قدام الزمالك يبقى مثلا بيعرف يتفوق على الزمالك. خلاص بيعرف يتفوق برضك، ما انت برضك تقفل عليه الملعب وتلعب لعبك. انت هتنزل خايف من ايه؟ هو اصلا الاهلي اصلا جاي مرتبك. انت استغل الفرصه ديت. الاهلي اصلا مرتبك دفاعيا وهجوميا والدنيا مش معاه احسن حاجه. استغل الظروف. انت بقى انزل مركز في الملعب من اول دقيقه، دافع كويس، نظم مرتداتك، قفل على خطوره النادي الاهلي. انت طبعا مثلا قفلت واحد زي تريزيجيه، واحد زي عاشور، الاهلي بيبقى صعب شويه عليه اللي هو يمسك كوره عليه. هنا اخطر لاعب عنده تريزيجيه وامام عاشور. انا شايف كده. انت قلت عندي احساس ان الزمالك هيكسب، مش عارف عندك النتيجه ايه؟ التوقعات دي بتاعت النتيجه دي سيبها على الله. ونعم بالله ما احنا عارفين. يعني انت تخيل الزمالك مثلا لو هيكسب الاهلي ان شاء الله، يعني يكسب قد ايه؟ بص
1-0 مثلا او لا 2-1. الاهلي هيسجل 2-1. يعني الاهلي هيجيب وانت هتكسب مثلا 2-1. 2-1، ولو الماتش فتح من الاهلي ممكن يجيب الثاني. الزمالك لو الماتش فتح من الاهلي مرتدات. 3-1 مثلا. يعني مثلا 2-1 والاهلي ضغط تقطع كوره مرتده يلا الثاني. ان شاء الله الزمالك هيكسب. ان شاء الله. في حته بقى عاوز اتكلم فيها ثانيه بقى، احنا كده اتكلمنا على ماتش الزمالك. وارجوك يا كابتن معتمد، ارجوك ما تألفش. ارجوك ما تألفش فعلا. مش بالله عليك، محتاجة ماتش تأليف. الاهلي مش محتاج تأليف. وماتش دوري والله، ده نهايه موسم ده. انا ما اعرفش انت جاي يعني انت ماشي كويس. في حته بقى يعني بيظهر لي بقى مثلا فيديوهات كتير اللي هي الريلز دي. واسمه ايه ده، شريف حازم بتاع الاهلي ده. شريف حازم، ايوه. بص انا ما اعرفوش. لا انا عارف. هو ماشي. يعني انت بتتكلم عن نفسك. هو مين يا ابني شريف حازم؟ يا عم لا ده كان في الاهلي كويس سوبر. وبعدين بيتكلم. بص هو عارف ان هو في الكوره جمهور الاهلي ما بيذكرهوش. انت عارف لو قلت لك انا هسال اهلاويه اهو ماشي، هات 300 لاعب في نادي الاهلي، بالنسبه لك 300 لاعب افضل 300 في تاريخ النادي الاهلي، والله ما هيحطوه. او النص نص مش هيتعرف. والله ما هيحطوه. ده طالع يقول لك انا الاهلي. يا عم احنا عارفين الاهلي كويس، عاوز اقول لك على فرقه قويه وفرقه لها تاريخ. يا عم اسمعني ارجوك. اصل الواد ده بيطلع بيرمي كلام فاكر نفسه ان هو ناصح ومتكلم والكلام ده يعني. وهو ما بيعرفش يتكلم كلمتين على بعض. والله ما بيعرف يتكلم كلمتين على بعض. هو عاوز بس يرمي ترند على الزمالك ويقول لك انا دايما انا البطل. يا ابني الاهلي بطل طبعا. عاوزين يعمل حامل حمى بتاع الاهلي. ايوه يعمل حامل حمى والجمهور عشان يحبه. ما هو دلوقتي الجمهور بيعمل ايه دلوقتي الجديد اللي بيطلع بقى، اللي بيتكلم حلو عن النادي بتاعي بيحبه لكن ما يعرفش تاريخه ايه. لا هو ما يعرفش يعني ما يعرفش تاريخ. يعني في لعيبه في النادي الاهلي لها تاريخ، الجمهور زعلان منها ان هو مثلا ممكن يطلع يقول كلمه حق على النادي الاهلي. هو مش متعودين على كده. يجي على واحد زي ده مثلا ملوش تاريخ، ما لعبش معاك 3-4 ساعات على بعض ويتكلم معاك فانت تحبه. ده طلع كان طلع قبل كده في برنامج. بص انا معلش انا اسف، انا ضد اي حد يهين نادي سواء اهلاوي او زملكاوي. تمام معاك. بص ما تطلعش، هم بيطلعوا ترند، عاوزين يطلعوا ترند ان انا اهين شغل القناه اللي هو فيه بامانه. انا مشاهدات. انا ينفع مثلا اهين النادي الاهلي؟ لا طبعا. بالبطولات. النادي الاهلي فريق كبير عظيم، بطل افريقيا كل حاجه. خد عندك نادي بيراميدز داخل في سكه ان هيبقى نادي بطولات. ما هو حقق بطولات خلاص. راجل محقق كاس مصر ووصل نهائي كونفدراليه 3-4 مرتين تقريبا. وعندك نهائي وخد دوري الابطال افريقيا اللي هي بطوله قويه جدا. وعندك وصل اللي هي الكاس اللي هو خده من الاهلي السعودي اللي هو الاهلي كان خدها بتاعت 3 قارات. 3 قارات دي بتاعت المحيط الاطلنطي. فاضل بقى الغطا اللي هو الكبير ده. انت فاهم؟ يعني اقصد ايه برضه، الواحد بيحترم اي نادي بيبقى ماشي في الطريق الصحيح وعاوز يحقق بطولات. فما تجيش انت عاوز تقلل من الزمالك وخلاص. الزمالك اصل انت مش هينفع تقلل منه مهما تقول. مش هينفع تقلل منه. تعالى مثلا قيم الفرقه اللي موجوده ومثلا حل الماتش الزمالك بيلعبه وحش او حلو، حلل تقول ده والله الزمالك كان وحش هنا كان حلو هنا، اللاعب ده ما ينفعش. ده الصح. تمام. انما انت عاوز دايما تقلل من الزمالك. يا حبيب قلبي انت لو فاز 50 ماتش على الزمالك ما الزمالك فاز عليك 30. تمام. ده رقم برضه مش قليل. لا مش يعني قليل. انت لو انت فايز على الزمالك كتير ما هو الزمالك فاز عليك كتير برضه. انت اكتر وحقق منك بطولات برضه كتير. خد منك كل حاجه. تمام. انت واخد منه بطوله قاريه وهو خد منك بطولتين قارتين. اي نعم السوبر مش زي افريقيا عشان بس الناس ما تحسبش، بس برضه الزمالك بياخد منك بطولات. تمام طبعا. فما تجيش تقلل منه. وعند السوبر ودوري الابطال بص قيمه البطوله دي شيء، وده اللي غلبك مثلا في الماتش دي شيء. ما انت غلبتني في 90 دقيقه وهي هاتك في 90 دقيقه. بس دي قيمتها اعلى ودي قيمتها اقل منها بشويه. مش فارقه، بس دي ماتش ودي ماتش. بس اول بطوله قاريه ما بين الفرقتين، بس كان وقتها طبعا ما فيش السوشيال ميديا اللي هي تدي ضجه زي مثلا ما موجود. دي كان اول نهائي قاري بين الاهلي والزمالك. ايوه اللي هو بتاع ايمن منصور. السوبر ايمن منصور. ايوه شهر بكده. يعني عاوز افهمك ان الاهلي والزمالك بص والله العظيم مش كلام اعلام ولا كلام الهبل اللي احنا بيه ما حاجه عشان نتفرج عليه الاخر ولا اصحابنا. انا بتكلم، انا بتضايق من اللي بيطلع يقلل من مثلا الاهلي، سواء لو هو زملكاوي بيطلع يقلل من الاهلي، سواء الاهلاوي اللي بيطلع يقلل من الزمالك.
يعني انا ما بحبش الحته دي بصراحه، بس هم بيبقوا طالعين عشان ياخدوا الترند. وشغل القناه، شغل القناه ما شغالش ما فيها. هو بص، هو عشان لو ما طلعش خرف مش هيجيبوه تاني. ايوه ايوه جميع أيوة. القنوات شغاله كده، اللي مش هيطلع يخبط. ما انت ما تقنعنيش واحد مثلا. الراجل اللي هو اسمه علاء عزت دوت، لما كان سيف زاهر بيساله بيقول له انت خدت كام بطوله السنه دي؟ بيقول له واخد عارف 6 بطولات ولا 7 بطولات. بيقول له هم، بيقول له 2 دوري ابطال افريقيا. يا ابني هو في 2 دوري لما افريقيا؟ البديل بيقولوا في 2 افريقيا في سنه واحده. و2 دوري في سنه واحده. فهو اصلا هو مقتنع بس بكلامه هو اصلا. فاهم، خلي بالك هو مش غبي، هو فاهم. وعايز بس يضحك الناس ياخد ترند حته ترند كده وخلاص. انا بس بتكلم ان احنا مش عشان انا بشجع الزمالك اقلل من الاهلي، ما ينفعش تقليل. خلينا دايما، بص انا ممكن احتفل بس ما احتفلش باساءه. ده في واحد والله العظيم يعني احد الاصدقاء يعني، والله بيسالني سؤاله سؤال ما ينفعش يتسال اصلا. بيقول له الزمالك نادي؟ قلت له الزمالك مش نادي، الزمالك مركز شباب. بص انا مش عاوز اعرف مين، بس هو غبي. اه غبي. ده مسألة الزمالك نادي غصب عن اللي خلفوه، امال ايه؟ يا ابني انت بتتكلم ازاي؟ الزمالك ده كبير وهيفضل طول عمره كبير حتى لو خسر بطولات. بص عرض شعر راسك. طبعا الزمالك كبير. كبير كفايه جمهوره. كفايه دي والله. كفايه جمهوره يا ابني. بس انا ينفع اقول هو ده الاهلي ده فرقه؟ يبقى انا راجل ما بفهمش كوره. لو قلت كده ما انا بفهمش. حتى لو الاهلي قاعد مثلا 5 سنين ما ياخدش حاجه، والله ما هقول كده. ده طبعا. امال انا ممكن اطلع اقول الاهلي في الماتش مثلا زي ماتش بيراميدز والاهلي، اقول الاداء كان وحش، بيراميدز كان اعلى. انا هنا بنتكلم كوره، حاله تحكيميه بنتكلم عليها، مش من تاريخ النادي. ما ينفعش نادي واخد كل البطولات القاريه والمحليه اللي هو شارك فيها كلها. ما الاهلي شارك في كل البطولات وحققها، واجي انا اقلل منه عشان انا بكرهه. انا ايوه ما بحبش الاهلي، بس مش هقلل من الانجازات اللي هو حققها. لا مستحيل. وفي نفس الوقت انا دايما بتمنى ان الاهلي يبقى قوي. خلي بالك هتقول لي ايه الكلام اللي بتاع والله العظيم ده ليه بقى؟ عشان انا نفسي اغلبك وانت واقف على رجلك. انت مش واخد بالك من السنه دي الدوري مولع عشان في منافسه. عشان في منافسه. في حاجه كمان، ومعظم الجمهور يقول لك ايه الاهلي بعيد عن المنافسه. انت راجل كذاب اللي بيقول كده. ما بتفهمش الدوري هينتهي الاهلي لسه في المنافسه. مين اللي في الاهلي مش في المنافسه؟ يعني الاهلي لو فاز على الزمالك يبقى الفرق 3 بونت كده مش في المنافسه. ولو خسر الماتش الاهلي خد الدوري. يعني لا، يعني هو كده مش في المنافسه. لا في المنافسه. انت عارف بقى مش في المنافسه اللي هو ايه؟ زي ما انت كان الاهلي بيفنش مثلا في الدور الاول فرق 11 بونت 12 بونت 15 بونت الدور الاول، وساعات بيوصل ل 30. يا عم ده فاضل ماتشين في الدوري والدوري يخلص والاهلي لسه في المنافسه. يعني وارد بيراميدز يتغلب ماتش، الاهلي الزمالك يتغلب ماتشين او يتعادل ماتش في الماتش. كل شيء وارد. بس هو اللي بيتكلموا يقول لك ايه مبروك الدوري. ما فيش حاجه اسمها مبروك. مبروك ده لما اخر ماتش يجي بتاع سيراميكا واكون انا حققت الدوري، هو ده اللي مبروك فيه. بس او مثلا في فاضل ماتشين وفرق منك 7 8 بونت وانا خلاص كده خدت ورا المنافسه. دي ما حصلتش. على اللي احنا فيه دلوقتي. طول ما في دلوقتي لسه الاهلي عنده فرصه ما تقولش مبروك. مبروك لما الاهلي يخرج بره الموضوع. فاضل ماتشين وبيراميدز في الموضوع. بيراميدز دلوقتي النتيجه المفضله ليه ايه؟ تعادل. لا مكسب الاهلي. مكسب الاهلي انت تخسر، كزمالك انت تخسر ليه؟ عشان هيبقى قدك في الاضناط. تمام. يقول لك بقى ممكن يستنى لك تعادل. سموحه بقى يوقعك. سيراميكا ما هو بيلعب كده. أيوه. هو يكسب الماتشين بتوع خد دوري. تمام. انت فاهم؟ وانت كزمالك عاوز تقول ايه؟ يعني ان شاء الله نكسب الاهلي ونكسب سموحه. الدوري خلص. انت بس خلصت. خلاص الدوري. خلصت. والاهلي برضه هو يقول لك ايه؟ ما نكسب الزمالك واستنى تعثر الزمالك. تعثر الاثنين. وارد زي ما حصل مع انبي يحصل ماتش ثاني ولا حاجه. فاهم؟ كل شيء وارد. ان شاء الله. قول يا رب الزمالك يكسب. يا رب. اللهم كسبنا، اللهم ربحنا، يا رب انصرنا. يا رب انصرنا. ادعي تاني. الحمد لله. بس عليك.